مين فينا ما بيحبش التونه؟ كلنا بنحبها، بس كلنا زهقنا من الطريقه التقليديه. فعشان كده النهارده هعملها لكم بطريقه جديده. يلا بينا مع بعض نروح نعملها. المقادير بتاعتنا كلها صحية وليها قيمة غذائية عالية جدا. هنبدأ نفضي المحلول والزيت بتاع التونة في طاسة تكون سخنة جدا، ونبدأ ننزل عليها بحلقات البصل. نبدأ نشوح البصل بتاعنا كويس، وطبعا التونة بتحب الزيت وبتحب الخل، فهننزل عليهم بشوية زيت وشوية خل. وأول لما البصل يدبل ننزل عليه بالفلفل، يدوب بس ياخد تشويحة صغيرة، ونبدأ ننزل عليه بالتونة، ونبدأ نقلب التونة بتاعتنا كويس لغاية لما نحس ان الخضار بتاعنا اتشوح تمام، وتشموا الريحة اللي انا شاممها دي. كده هنوصل لاخر تركاية في الفيديو. هننزل عليها بنص ليمونة، اهم حاجة الليمون يا جماعة، بيدي تيست جامد. وكده التونة بتاعتنا تكون خلصت. نبدأ نحطها في السندوتشات، ناكلها بعيش بلدي زي ما احنا عايزين. بألف هنا عليكم. اظن الطريقه سهله وبسيطه، ويا ريت كلكم تجربوها، وانا متاكد انها هتعجبكم. يلا بقى بينا ندوق مع بعض. عظمته.